اخرى الحكم علي بالحبس 6 اشهر موقوف التنفيذ وتعويض للمشتكي ب 8 ملايين. قضيه عندها علاقه بمدرسه الاخوين اللي كانت طردات 16 تلميذ وهضرت عليها، وفي الاخير حكمت المحكمه بارجاعهم. ايوا يا سيادنا، كنت نشرت صوره لجندي مارينز ما باينه فيها حتى حاجه بتاتا، لا اسم لا تعريف حتى حاجه. ناض واحد الاستاذ امريكاني مشى حاط شكايه وقال انها صورته وبانه تعرض لتهديدات بالقتل وانه رجع كيخاف يخرج. هذا الاستاذ ما عطاه حتى دليل بان هذيك صورته من غير الادعاء، وكانه الوحيد اللي في الجيش الامريكي. في الوقت اللي كنت كنتسنى النيابه العامه تحفظ شكايه لانه ما كاين فعليا حتى ضرر لهذا السيد اللي كيدعي ان هذه صورته، وإلا فعلا كان تعرض للتهديد بالقتل كيف كيقول كان خاصو يشكي بالناس اللي هدوه بالقتل. النيابه العامه قررت انها تتبعني بالقانون الجنائي رغم ان هذا المشتكي ما هضرت عليه ما قررت ليه وتابعتني بالفصل 472 جوج اللي تدار النهار الاول من اجل العنف الرقمي ضد المراه. رجعوا ديما كيحاكموني به حتى القضيه خاصه بمقال صحفي وخاصني بقوه القانون نتحاكم بقانون الصحافه. حاكموني بهذا القانون حكموا عليا فيها ب6 اشهر موقوف التنفيذ. المهم في قضيتي ضد هذا الامريكي بين المحامي ديالي الاستاذ شعيب حارث ان على افتراض ان الصوره فعلا ديال هذا الامريكي فين هو التشهير والصوره مغطيه تماما كيف كتشوفوا الان، وان حتى الناس كانوا كيهضروا على مدير المدرسه واتحد ما جبد شي استاذ ودار مرافعه. والله لو كان العدل كان خاص هذه القضيه ناخذ فيها اكثر من البراءه. النيابه العامه وفي وسط الجلسه طالبات بالحكم عليا بالحبس النافذ. علاش؟ اش درت؟ اعطيوني دليل واحد او اشاره واحده تمت الاساءه فيها لهذا الاستاذ، اعطيوني شكون هاد الناس اللي هدوه بالقتل وعلاش ما شديتوهمش، اعطيوني شي حد تعرف عليه وتواصل معاه وخوفوه وخلاه ما كيخرجش من الدار كما يدعي. اقسم بالله الا عطيتوني حاجه واحده من هذا الشيء حتى نخلص تعويض ونقبل بالحكم عليا ولو كان حبسا. احكام كتبنى على دلائل قاطعه ماشي بالشك، واليوم تحكمت بدون اي دليل بتاتا. اليوم نقدر نقول انني ما غنقدرش نكمل في بلادي بهذا المناخ هذا. تحكمت بسحب البطاقه الصحافه مرتين و6 مليون غرامه، واحده منهم كانت شكايه ثلاثيه من نفس الجهه، جوج تم حفظهم والثالثه لانها ضدي تحكم عليا. تحكمت في قضيه صحافه ونشر بالقانون الجنائي، كنتحاكم دائما وابدا بالقانون الجنائي بحالي بحال اي مجرم.